كده بداية ان انا افك البلاور عشان ننزل بيه. اللي كده ان شاء الله لحظة ما بنفك البلاور فكده الجناب بتاعته كلها شمال ويمين بالمسامير بتاعته عشان نقدر ان احنا يلا. في الفيديو ده بنشوف البلاور واحنا بنفكه وبنقدر ان احنا بنفك كل حاجة فيه. مشكلة البلاور ده ان هو كله في قلب بعضيه بيبقى صاج، البلاور صاج والبطيخة نفسها بتبقى صاج، فكل قطعة بتتفك لوحدها بياخد وقت، بس بعد كده زي ما احنا ما بنشوف الموضوع كله بيبقى ايه في السهل. ده كده البلاور البطيخة واللي داخل ده بلاور صاج، بطيخة صاج والبلاور نفسه صاج، فبنقدر ان احنا نفك حاجات كتير في المسامير بتاعته زي ما احنا ما شايفين كده. ده جزء كده مسامير تمام، والجزء ده البداية التانية، ففكينا جزء اهو، الجزء اللي احنا فكينا ده عشان نقدر ان احنا نخرج البطيخ من المكان ده. وبعد كده هنركب الموتور الجديد ونبدأ نقفل الدنيا دي تاني. ننزل الصدى عشان يساعد البلاور ونفك بسرعة. ده الاتجاه اللي شغالين عليه. الحالة اللي تم فك البلاور كله من بعضه، ده القديم وده الجديد اللي هيبدأ يركب دلوقتي. دي المرحلة اللي تم فيها تركيب البلاور الموتور نفسه الجديد مع تأكيد الاتجاه بتاعه. الحمد لله كده تم تغيير الموتور بالبلاورات والدنيا ماشية تمام. سنترهم صح؟ الدنيا بقت تمام الحمد لله. الله ينور. وصنه وهروح وحماد عنده وصنه وهيروح. تمام بس الحمد لله تم تركيبه. نتعامل التمثال 20 اهو. عايزين نبقى نشوف هيفرق ايه في الاوضه بقى. المفروض عملناها عشان الاوضه دي هي السيلفر روم، فدرجه حرارتها ده كده التشغيل. فاحنا عايزين نشوف كده الشغل عالية. ده كده بعد ما تم التركيب الحمد لله.